هو عامة الستبس أو اليو اس ام دي هي اختبارات للأندر جرادويت، يعني أنت المفروض تخلصها يعني قبل تخرجك من كلية الطب. اليو اس ام دي أسهل بكتير من غير سي اس. فبقى مثلا الافريج سكور، أو إن أنت عشان تستريح أو تضمن تخصص معين أنت عايز 250 بلس. في مثلا حد مشهور جدا قعد 7 سنين عشان يماتش بتاع ده، عشان يماتش اوفثالمولوجي. في ناس عملت ماتش من غير يو اس كلينيكال اكسبيرينس، بس دي كانت حاله نادره، يعني مش دايما موجوده يعني. لو انت خريج كليه داخل امريكا اكيد ليك البرايورتي على اي حد متخرج من كليه تانية بره. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. الجزء الثاني الكلام عن اليوزمل. كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن اليوزمل، او كنا عايزين نغطي 8 محاور فيها، بس الوقت ما اسعفناش. ان شاء الله فكمل باذن النهارده الله ان شاء الله اسئله. باقي الاسئله والكلام، نكون خلصنا باذن الله، او جمعنا القدر كافي لاي حد عايز يبدا يوزمل. كمعلومات عامه يكون عارفها ضروريه، وحتى مش بس عامه، لا احنا يعني ايه، اتكلمنا باستفاضه شويه. مم. فاحنا كان واقفين المره اللي فاتت، هنكمل. ازيك يا دكتور ابراهيم مبدئيا؟ والله الحمد لله، ايه انت الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام. الحمد لله. كنا وصلنا عند المحور الخامس، النتائج والتقييم. في سؤال كده، لو واحد قدم ستيب ورسب، هل ممكن يكرر؟ اولا عادي جدا. انت تقدر بعد ما لو حصل لا قدر الله ان انت ما نجحتش في اول محاوله ليك، بتقدر تقدم تاني وتدخل امتحان تاني. طبعا بتقعد فتره تذاكر او تراجع الاسئله وتحاول تحضر نفسك للامتحان مره تانيه. بتضطر بعد كده تتعب شويه في حته السي في بتاعك، وتتعب على التقديم في الماتش، لان فرصتك بعد اول يعني الرسوب بيبقى زي ريد فلاج كده في السي في بتاعك، لازم تعوض او تعمل اكسترا ايفورت او مجهود زياده عشان تعوض ان انت عندك بيسموها فيل اتمت، او ان انت سقطت مره في امتحان اليو اس ام دي. بفرق من ستيب للتانية، ولا هو نفس النظام؟ نفس النظام في كل الاستبات. انت بس ستيب 1 بقت باس وفيل، فهو انت يا هيجي لك باص يا فيل، انما ستيب 2 سكور. في سكور. مم. وبرده ممكن تسقط في ستيب 2 عادي. وزمان لما كان في اللي هو ستيب 2 سي اس اللي هي كانت عملي، كان ده من اكتر الامتحانات اللي الناس بيجي لها فيها فيل، لانه ما كانش زي الامتحان اللي هو الام سي كيوز والكلام من ده. هو كان عملي وتقييم بناء على تقييم الدكاتره ليك، الكلينيكال سكيلز بتاعتك. كانت ناس كتير قوي بتسقط فيه، بس الحمد لله من فتره كورونا كده والسي اس ده اتلغى، ونتمنى ان هو ما يرجعش تاني بصراحه. يعني اليو اس بي اسهل بكتير من غير سي اس. ال- إيه الدرجات اللي بتكون مقبولة بالنسبة للتخصصات؟ سكور. هو السكور عامة عامل من العوامل اللي بتحدد على أساسها الريزيدنس بتاعتك، أو على حسب التخصص اللي أنت عايزه. لو تخصص باطني مثلا انترنال ميديسن، فأنت بتحتاج سكور مثلا من 240 ل 250. تمام، هو يعتبر سكور عادي، والمشكلة إن كل سنة السكورات أزيد من اللي قبلها، فبقى الموضوع كومبيتيتيف جدا. يعني كنت أسمع زمان عن الناس بتمتش 260، ده مثلا يمتش نيورو سيرجري. دلوقتي بقى 260 بس لوحدها كده مش كفايه، لازم يبقى معاها ريسيرش ومعاها يو اس كلينيكال اكسبيرينس وكونكشنز، حاجات كتير قوي. الموضوع بقى اصعب لان يعني التنافسيه بقت اعلى بكتير. فبقى مثلا الافريج سكور، او ان انت عشان تستريح او تضمن تخصص معين انت عايز 250 بلس. تمام. وطبعا ده مش معناه ان اللي يجيب سكور اقل من كده ان هو فرصته، او ان هو يماتش في التخصص اللي هو عايزه يعني راحت. لا، هو عادي بيتعب شويه بس على السي في، يشو انترست، يشتغل ريسيرش، بيعمل حاجات تانية تعوض او تخليه يعني كومبيتيتيف، او تخلي البروجرام اه، يشوف ان الشخص يكون فعلا افضل. عايز يدخل ايوه ايوه ايوه. التخصص ده. تمام. ماشي. وهل في طريقة لتحسين السكور لا لو هو عايز ارفعه؟ لا هو امتحان مره واحده بس، ما ينفعش تدخل تاني. يعني مش مثلا انا جبت 230 فينفع ادخل تاني واجيب 260، لا مفيش. هي وان تايم، ما بتقدرش تدخل الامتحان اكتر من مره وتجيب اكتر من سكور. في حاله الفيل بس تقدر تعيد الامتحان. طيب، وصلنا للمحور السادس. بعد النجاح في المعادلة، ايه الخطوة التالية؟ بعد ستيب 1 وستيب 2 بيبقى الجول بقى بتاعك بعد كده ان انت تعمل ماتش او تقدم على الريزيدنسي. فبتبدا باول حاجه او اول ريكويرمنت انت المفروض تعمله، اللي هو اليو اس كلينيكال اكسبيرينس، او اللي هو تروح تعمل الكتيف او اوبزرفرشيب
او حاجه من الحاجات دي. بيبقى يعني فتره تريننج في امريكا بتساعدك ان انت تعمل كونكشنز وان انت تجرب السيستم هناك وتتعامل مع الدكاتره، وبتحاول على قد ما تقدر تشو انترست في التخصص اللي انت فيه، وتبين ان انت يعني شخص مناسب للبروجرام او للتخصص ده، فتاخد من الدكتور اللي انت شغال معاه ليتر اوف ريكومنديشن، اللي هو خطاب توصيه يعني. فبيبقى مطلوب ان انت تاخد خطاب كويس من الدكتور يبين ان انت اشتغلت والله. الدكتور ده او الابليكانت ده خد معانا مثلا شهر تريننج وشارك بكذا وكذا وكذا، فبيبدا يكتب لك الحاجات اللي انت عملتها في الليتر اوف ريكومنديشن. بيكون في عدد مطلوب. بيبقى يعني انت بتحتاج عشان تقدم في الريزيدنس ابلكيشن 3 ليتر اوف ريكومنديشن، بترفعهم على الايراس ابلكيشن بتاعك. الايراس ابلكيشن ده زي فكره الثانويه العامه كده، انت ليك زي موقع بترفع عليه الدرجات بتاعتك والاي سي في ام جي سيرتيفيكت، وبترفع عليه الليترز اللي انت خدتها من الدكاتره اللي انت اشتغلت معاهم او ايه عملت روتيشنز معاهم كده. تمام. ازاي بتتم عمليه التقديم للاقامه ريزيدنسي، وايه المعايير اللي بيتم الاختيار على اساسها؟ هو نفس السؤال اللي هو فكره. لا يعني اه المعايير، لا انت ايه المعايير بيتم اختيار على اساسها كتخصص كسكور؟ يعني انا عايز التخصص ده هي مطلوب المعايير ده. المعايير اللي بيختار عليها او البروجرام بيختار عليها الدكتور اللي هياخده في الريزيدنس دي، او هيدخل البروجرام بتاعهم. هي فكره السي في بتاعه، السكور بتاعه في ستيب 2، الريسيرش اكسبيرينس بتاعته، ممكن نعتبر دول 3 عوامل. طبعا لو في الليك كونكشنز ده بيساعدك ان انت تاخد انترفيو. ما فيش اي حد هيماتش من غير ما يعمل انترفيو مع المستشفى. تمام، يعني انت حتى بعد ما بتملى الايراس ابلكيشن بتاعك وبتقدم، بتقدم في مثلا كام بروجرام. وفي حاجه دلوقتي اسمها سيجنالينج. سيجنالينج دي يعني انت مثلا بتحط 3 بروجرامز دول الدريم، دول بتحطهم جولد. من تقريبا 15 بروجرام جولد و15 سيلفر و15 بعد كده، يعني انت بتقدم على بروجرامز كتيره، وبترانك كل بروجرام على حسب انت عايزه قد ايه مثلا. لسه السؤال ده. هو ايه طيب الاول عشان يعرف السؤال ازاي؟ بص، انت لما تيجي تقدم على الماتش ماشي. وخلاص انت خلصت الليترز اوف ريكومنديشن وخدت الاي سي اف ام جي، يعني امتحنت ستيب 1 وستيب 2، تمام، وستيب 3 مثلا. ماشي. حلو، بتجهز بقى السي في بتاعك وتكتب رغبات زي الثانويه العامه. ماشي. رغباتك دي بتقسمها على حسب انت عايز. مثلا انت بالنسبه لك احسن مستشفى هي مستشفى ماي كلينيك، انا عايز اقدم في البروجرام بتاعها. البروجرام ده اللي هو بروجرام تعليمي. بروجرام تعليمي ازاي؟ اللي هو كل مستشفى مثلا عندها، المستشفى دلوقتي عندها مثلا تخصص الانترنال ميديسين محتاجين اتنين يدخلوا كنواب، ماشي. كريزيدنت. الريزيدنت دول بيبقى لهم بروجرام تعليمي هم بيمشوا فيه. فالمستشفى بتقول لك والله انا عايز 2، فبيقدم عليها مثلا سي 10، وبتعمل انترفيو مع ال10. بعد كده المستشفى نفسها بتعمل رانكينج، تختار ترتب ال10 دول من الاحسن اللي هي عايزاه للاقل. وكل طالب من ال10 اللي قدموا بيرانك برضو المستشفيات من احسن مستشفى هو عايزها لاقل مستشفى. ايوه ماشي. لو المستشفى عملت لك رانك وانت عملت لنفس المستشفى رانك في الاول، خلاص انتوا كده ماتش. فاهمني؟ ده نظام الماتش باختصار يعني. اللي هو ايه، انا بدخل بعمل انترفيو مثلا مع 10 15 مستشفى يعني نفس وبرتب التوظيف، نفس فكره رغباتي. التوظيف اللي هو انا بقدم هنا وهنا وهنا واشوف. بالظبط، ايوه، هي انترفيوز توظيف. بس في حاجه معينه انا عايزها اكتر من الثانيه وكده. بالظبط، وهم بقى بيشوفوا مين الانسب ليهم في الابلكيشنز اللي جات لهم. يعني مثلا هو عنده عايز ياخد 2 ريزيدنت السنه دي، قدم له 10، هيختار افضل 2. فاهمني؟ تمام. هل في تخصصات اسهل واصعب بالنسبه للاطباء الاجانب؟ التخصصات الاسهل هي التخصصات اللي الامريكان مش بيحبوها، او اللي هي التخصصات اللي بيبقى فيها فلوس اقل شويه، اللي هي تخصصات الانترنال ميديسين والسايكايتري والفاميلي والفاميلي ميديسين ميديسن. والتخصصات دي. اما التخصصات اللي بتبقى اصعب في ان انت تدخل ليها، او بتحتاج منك مجهود اعلى في بناء السي في بتاعك عشان تبقى كومبيتيتيف وتقدر تدخل تخصص من التخصصات دي، زي مثلا اي سيرجري. سيرجري بكل تخصصاتها، من اول جنرال سيرجري لحد الاورثوبيديك سيرجري اللي هي اعلى حاجه مثلا في السيرجري، والنيورو سيرجري طبعا. بس ده بياخد منك مجهود اكتر، وقت اكتر، فلوس اكتر، ان انت ممكن تروح ريسيرش مثلا سنه او سنتين، ممكن تقعد انبيد فتره.
يعني مش تاخد راتب وانت بتعمل ريسيرش. بعد كده ممكن برضو عايزه سكورات عاليه، يعني مثلا سكورك في الستيب 2 لازم يكون عالي قوي لو انت عايز تماتش نيورو سيرجري. في ناس ماتشت في تخصصات جراحيه وتخصصات كومبيتيتيف، بس يعني ده بيبقى يعني اصعب، يعني بيضحي هو اكتر بحاجات كتير عشان يقدر عشان يوصل. يوصل لانه اه، ياخد يعني اليونيفرسيتي. بدل ما هو مثلا هيماتش من تاني سنه او تالت سنه من بعد ما اتخرج، لا هيبقى بقى له مثلا خمس 5 سنين. سنين اه بيبني في السي في بتاعه عشان يقدر يماتش مثلا في نيورو سيرجري او حاجه زي كده. في ناس كتير فعلا، وهل في ممكن بعد ناس خمس بتقعد سنين ما اكتر. يعرفش ياخد برضه؟ والله هو اي حد يعني بيحاول بيوصل. يعني في ناس كتير قعدت، في مثلا حد مشهور جدا قعد 7 سنين عشان يماتش بتاع ده، عشان يماتش اوفثالمولوجي. 7 سنين؟ 7 سنين. هو كان ليه خد 7 سنين؟ يعني ايه المشكله كانت في ايه؟ الاوفثالمولوجي من التخصصات التنافسيه جدا، فعشان تبني سي في كومبيتيتيف هو قعد عمل ريسيرش في كذا مكان، حتى سافر عمل ريسيرش في بريطانيا حبه وفي امريكا حبه. يعني هو تعب جدا على السي في بتاعه عشان يوصل ان هو يماتش طب هو واحد زي ده هو عايز يوصل اوفثالمولوجي. علشان هو بيحب التخصص ده، ولا علشان ايوه، ما فلوسه هو حلوه؟ هو الفكره هم قبلوه في الاخر ليه؟ عشان هو بقى له 7 سنين ديديكيتد ان هو مصر على التخصص ده، فده يخلي اي بروجرام يعرف ان ده شخص عارف هو بيعمل ايه. هو شخص مصر على التخصص ده. انت بتخيل ضحى ب7 سنين كاملين، بدل ما كان زمانه مثلا اتندنج فيزيشن، كان زمانه اعلى من الاتندنج كمان لو كان خد تخصص تاني من الاول. تمام. طيب هل المعادله الامريكيه بتساعد في دول تانية غير امريكا؟ هل المعادله الامريكيه بتنفع او الواحد ممكن يستفيد منها خارج امريكا؟ في بعض الاماكن، في يعني هو الفكره في المعادله ان انت خدت رخصه مزاوله المهنه الامريكيه في دول معترفه بيها، منها دول الخليج. من الحاجات اللي قابلتني مؤخرا يعني ان دوله الامارات فاتحه ريزيدنسي لاي حد معاه الاي سي اف ام جي، يعني معاه رخصه مزاوله المهنه، بتقدر تقدم على ريزيدنسي في بعض المستشفيات هناك، ودي ميزه حلوه جدا لو انت تقدم في ريزيدنسي فيها. طبعا اول خيار ليك امريكا. استراليا تقريبا برضو بتعترف بالمعادله الامريكيه. يعني انت مش هتزاول في الدول دول، انت هتشتغل، انت اه بتقدم تشتغل عادي؟ لو قدمت ممكن تتقبل وتشتغل على طول، او تدخل البروجرام على طول ريزيدنسي من غير ما تمتحن امتحانات ايوه، تانية اللي يعني. هو المزاوله بتاع البلد. بالظبط. تمام. ايه اهميه اليو اس كلينيكال اكسبيرينس؟ اليوز كلينيكال اكسبيرينس هي اولا ريكوايرمنت، يعني هي مش هتعرف تقدم اصلا في الماتش من غير ما تعمل اليوز كلينيكال اكسبيرينس. مع ان كان في استثناء في فتره الكورونا تقريبا، وفي ناس عملت ماتش من غير يوز كلينيكال اكسبيرينس، بس دي كانت حاله نادره، يعني مش دايما موجوده يعني. فكره اليوز كلينيكال اكسبيرينس ان انت بتروح امريكا، تعرف على السيستم، تتعامل مع الدكاتره هناك، تتحط في بوزيشن ان انت يعني خلاص كانك هتبقى شغال هناك، فتشوف الجو العام عامل ازاي، هتعرف تتاقلم ولا لا. لانه فكره الادابتيشن او التاقلم مع نظام جديد في النظام صحي مختلف تماما عن عندنا هنا مش سهله. وهي دي فكره اصلا اليوز كلينيكال اكسبيرينس، اللي هو بيجيبك وبيقيمك. لان انت لو شخص بيلو الافريج مش هتاخد ليترز اوف ريكومنديشن، او مش هيبقى سهل عليك ان انت تماتش. طب ده بيساعدك في قبول الاقامه الطبيه؟ اكيد طبعا، لان انت بتبني كونكشنز. انت ممكن مثلا لو انا رحت قعدت شهرين في مستشفى هناك واتدربت وخدت منهم ليترز اوف ريكومنديشن، وعرفت الدكاتره او الفيزيشنز اللي هناك، وقابلت البروجرام دايركتور وقلت له ان انا مهتم مثلا بان انا اقدم على البوزيشن اللي موجود هنا في تخصص الانترنال ميديسن او اي تخصص انا حابه. وجي الماتش سيزون وقدمت وجالك انترفيو من المستشفى دي، فاحتمال كبير تعمل ماتش فيها، لان خلاص انت اوريدي عارف الناس هناك، هم شافوك وانت بتشتغل في الفتره بتاعت اليو اس كلينيكال اكسبيرينس، اتعرفوا عليك، عرفوا ان انت شخص هتبقى اديشن للبروجرام، هتساعد المستشفى انها تأدي اكتر، تخدم اكتر. هي دي فكره اليو اس كلينيكال اكسبيرينس. طب هي اليو اس كلينيكال اكسبيرينس انواعها ايه؟ يعني هل هي الكتيف نفسها ولا حاجه تانية؟ تمام، هي المصطلحات كتيره شويه في الحته دي وبتلخبط اي حد بيسمعها لاول مره. انا نفسي ما كنتش اعرف الفرق ما بينهم. بس اليو اس كلينيكال اكسبيرينس هي عباره عن الكتيف، والالكتيف دي الهاندز اون اكسبيرينس. عندك الاوبزرفر شيب، ودي هاندز اوف اكسبيرينس. الهاندز اون ميزتها ان انت خلاص بتخش تاخد هيستوري من العيان، عندك اكسس على السيستم بتاع المستشفى، تقدر تشوف الهيستوري بتاعه، تقدر تشوف اللابس بتاعته. على عكس الاوبزرفر شيب. الاوبزرفر شيب انت بس بتشادو او بت بتتفرج بس،
مشاهده فقط، يعني ما تقدرش تاخد هيستوري، مالكش اي اكسس على السيستم بتاع المستشفى. لكن هو افضل من ما فيش برضه، لان انت مثلا بعد التخرج او افتر جرادويشن ما بيسمحلكش تاخد هاندز اون اكسبيرينس او الالكتيف دي للاندر جرادويتس بس، اللي هم لسه ما اتخرجوش من كليه الطب. مم. وانس اتخرجت فانت مضطر تبقى ايه على الاوبزرفرشيب. في حاجه ثالثه بقى اسمها الاكسترنشيب. الاكسترنشيب دي لو انت متخرج وعايز هاندز اون اكسبيرينس موجود، بس مش كل البروجرامز بتوفر الحته بتاعت الاكسترنشيب دي، فبيبقى صعب تلاقيها شويه. وفي تمام. حاجه اسمها سب انترنشيب، بس دي غالبا بياخدها بتوع كليات الطب الكاريبي والناس دي، بياخد سب انترنشيب يعني ممكن يشتغل فتره مثلا تمتد لثلاث شهور او ست شهور اندر سوبرفيجن اوف يو اس دكتور، يعني تحت دكتور امريكي ويشتغل معاه فتره. وبعد كده التاني الدكتور ده ممكن يكتب له ليتر اوف ريكومنديشن ويساعده في الماتش وكده يعني. هل في جهات او منظمات بتدعم التقديم للاطباء الاجانب؟ في يعني هي بتبقى اجتهادات من طلاب، مثلا ممكن يعملوا حاجه في صفحه على الانستجرام اسمها اي ام جي، او اي ام جي ماتش، اسمها اي ام جي ماتش. دول طلاب يعني بيساعدوا بعض وبيدوا نصايح لبعض ازاي تبقى يعني تعمل تعمل بورتفوليو كويس، تعمل سي في كويس، ازاي تقدم. بيدوك برضو بيعلنوا هناك عن فرص الكتيف او يو اس كلينيكال اكسبيرينس. كل واحد هناك بيقول تجربته، ايه اللي عمله صح ايه اللي عمله غلط، مثلا ممكن تستفيد منه. ففي هتلاقي جهات بتعمل كده، وفي بقى شركات خاصه بتوفر لك هي اليو اس كلينيكال اكسبيرينس دي، وبس بتبقى اغلى شويه. ويعني بتبقى افiliated، بتبقى عامله زي تعاقدات مع مستشفيات انها تودي طلاب يتدربوا هناك بمقابل مادي اعلى شويه يعني. فالشركات دي برضو ممكن تلجأ ليها لو انت مش عارف تجيب يو اس كلينيكال اكسبيرينس، وده بيساعدك بشكل او باخر ان انت تعمل ماتش هناك يعني. بالظبط. تمام. طيب هل في اختلاف في قبول الاطباء حسب الجامعات اللي متخرجين منها؟ اكيد، يعني دي حاجه ممكن تكون بيعتمد مش على ايه؟ متوقعه. بس مثلا لو انت خريج كليه داخل امريكا، اكيد ليك البرايورتي على اي حد متخرج من كليه تانية بره، لفكره ان هناك اصلا السؤال ده انا سالته لحد هناك وقال لي الفكره ان الجامعات هناك ليها اسم. يعني هو ما ينفعش مثلا جامعه كذا يبقى في حد اتخرج منها وما اشتغلش، دي بتبقى وحشه في حق الجامعه نفسها، فاهم؟ مم. فهم اصلا بيبقوا عاملين، يعني اي جامعه هناك بتبقى عامله افiliation مع مستشفى، في تعاقد ما بينها وما بين مستشفى، ان خلاص المستشفى دي هتاخد ريزيدنت من الخريجين بتوع الجامعه دي. ما بتبقاش مستشفى واحده، بتبقى كذا مستشفى مثلا. يعني كمثال انا لما كنت في بوسطن تشيلدرنز، دي افiliated مع هارفارد. كل المستشفيات اللي حوالينا، بريغهام اند وومن، بيث اسرائيل، كذا مستشفى حوالين في المنطقه بتاعت هارفارد، كلهم بياخدوا من خريجين هارفارد، خريجين كليه طب هارفارد. بيتعينوا في البوزيشنز اللي بتبقى متاحه في المستشفيات دي مثلا. طب بتفرق بين الاجانب في جامعاتهم ولا؟ برضه على حسب رانك الجامعه، وعلى حسب على حسب حاجات كتير. طيب المحور السابع، ايه النصائح ممكن تقدمها لاي حد بيفكر يبدا في اليوزر بشكل عام؟ اهم نصيحه ما تبصش لبعيد الاول، خد الموضوع ستيب باي ستيب. يعني لو انت دلوقتي في الكليه، فكر في ستيب 1، عدي الاول ستيب 1 قبل ما تفكر في اي حاجه. ما تكبرش الموضوع على نفسك، وما تحسسش نفسك انه مستحيل، لان هو يعني بيجي خطوه بخطوه، وربنا بيسهل. يعني كذا حد شوفه عمل ماتش هناك، هو خد ستيب 1 وبعدها مثلا بسنتين ثلاثه خد ستيب 2 يعني مش ما وربنا وفقه. تحسبهاش يعني قوي. بالظبط، لان انت لو حسبتها ماديا مثلا تقول ده انا عايز مثلا 30000 دولار دلوقتي حالا عشان اعمل ماتش. يعني ما بتحسبش كده، انت هتدفع 1000 دولار ستيب 1، بعدين هتدفع 1000 دولار ستيب 2. فكر ان انت بس محتاج ال 2000 دولار بس دلوقتي. وبعد كده لما يجي الفتره بتاعت الماتش او الفتره بتاعت ان انت تقدم، ربك هيسهلها بشكل او باخر، سواء انت كنت اشتغلت فبقى معاك فلوس، سواء ان انت يعني قدرت توفر يو اس كلينيكال اكسبيرينس بفلوس اقل فقدرت توفر. فيعني في ناس كتير حتى سافرت الخليج فتره كجي بي، جمع فلوس وبعد كده قدم في الماتش. فال يعني الموضوع بس بص، يعني خد الموضوع خطوه بخطوه، ما تكبرش الموضوع على نفسك عشان ما تحسش انه مستحيل. وحتى لاحظت في الكومنتس بتاعت الحلقه الاولانيه من البودكاست ان في ناس كتير بتقول لك انت لو معكش 30000 دولار وفكرت في سكه امريكا تبقى مجنون. فيعني مين فينا بدأ السكه وهو معاه مم. 30000 دولار؟ هي الفكره كلها انت بتبدأ وربنا بيسر طب يعني. هو في خطه، يعني أنا ممكن ابدا مثلا ان احط خطه ماليه معينه او
يعني كفكرة إن الواحد يدبّر التكاليف نفسها، هل في حاجة ممكن الواحد يعملها عشان ده؟ هتبذل مجهود، هتشتغل. في حل تاني برضو ان انت تحاول يبقى ليك ريسيرش اكسبيرينس كويسه، وبعد ما تتخرج تحاول تدور على بيد ريسيرش بوزيشنز. يعني كتير من الناس اللي عملت ماتش خرجت الاول على بيد ريسيرش، وعن طريق البيد ريسيرش وفروا لنفسهم فرصه ان هم يعملوا يقعدوا في امريكا حبه ويعملوا كونكشنز ويعملوا ماتش. واللي ما عملش كده عمل حاجه تانية، هو بس جاب تكاليف السفر وبيروح يعمل الالكتيفز بتاعته هناك، وبيضطر مثلا يشتغل بعد ما يخلص الروتيشن اللي بيعملها، او يشتغل في الويك اند بحيث انه يغطي مصاريفه او مصاريف قعدته هناك في امريكا على ما يعمل ماتش. هي الفكره كلها يعني الفتره اللي بتحتاج فلوس هي فتره اليوس كلينيكال اكسبيرينس، انت بتدفع ومش بتاخد مقابل. فالفتره دي ليها كذا حل، زي ان انت ممكن تشتغل هناك. ممكن تشتغل هناك اي حاجه. في ناس حتى من الاكسبيرينس اللي كنت قريتها، في ناس اشتغلت حتى في بنزينه. انا اعرف حد شخصيا الحمد لله ماتش السنه دي، طلع 4 شهور ريسيرش، طلع قصدي 4 شهور الكتيفز لحد ما فلوسه خلصت، ما رجعش. اشتغل في مطعم واشتغل في بنزينه وكمل ريسيرش حوالي 4 او 5 شهور كمان امبيد. وبعد كده جات له فرصه بيد بقى. لما جات له فرصه بيد ساب الشغل التاني وخلاص، هو بقى بيعمل ريسيرش وبياخد فلوس مقابل الريسيرش اللي بيعمله. فبقى قادر يغطي مصاريفه، وفي نفس الوقت بيبيلد اب السي في بتاعه، والحمد لله ماتش السنه دي. فانت لو فكرت فيها ان انت لازم يكون معاك فلوس الماتش من دلوقتي، لا خالص. انت ممكن تروح هناك وتتصرف، وناس كتير قوي بتعمل كده، مش كل الناس بيبقى معاها الفلوس اللي تغطيها مثلا. لان الاول كانت الناس بتطلع مثلا 3 شهور بتوع الالكتيف ويماتش على طول. دلوقتي لا، الموضوع بقى اصعب، بقى ممكن تطلع 3 شهور، في ناس بتطلع 6 شهور. أنا كان معايا واحد هندي في كليفلاند، عمل 6 الكتيف، 6 شهور الكتيف روتيشن. فيعني بيعلوا على بعض جامد دلوقتي، الموضوع ما بقاش سهل. فاعمل حسابك ان انت ممكن تشتغل هناك مثلا بالليل بعد ما تخلص شغل في المستشفى، او تشتغل في الويك اند وتحاول تسرفايف الفتره على ما تبني السي في بتاعك. طبعا لو معاك فلوس الدنيا اسهل. يعني أكيد. لو معاك فلوس اكيد اسهل، بس لو معاكش مش مستحيل. هل بتنصح الطلاب يبدأوا من دلوقتي والّا يستنوا لحد ما يخلّصوا كلية اللزم؟ هو عامه الستبس او اليو اس ام دي هي اختبارات للاندر جرادويت. يعني انت المفروض تخلصها يعني قبل تخرجك من كليه الطب، لان هو هناك في امريكا 1 و2؟ الطالب بيخلص الامتحانات دي اثناء كليته. هي الفكره ان دلوقتي انت عشان تبقى فريش جرادويت ومعاك سي في كويس او تشتغل على نفسك، لازم بعد ما تخلص. يعني انا هقول مثلا لو اختار وقت كويس او مناسب، بعد ما تخلص البيزك ساينس اول سنتين في الكليه تقريبا، بتاخد اللي هم الاناتومي والفسيولوجي والبايو، يعني تفهم البيزكس بتاعت الطب، وبعد كده تقدر تذاكر لليو اس ام دي. تبدا بستيب 1 طبعا، وبعد كده ستيب 2. هل هل في برامج بديلة للإقامة الطبية لو الشخص ما حصلوش قبول؟ في طرق تانية زي الريسيرش، انت ممكن تشتغل ريسيرش. في ناس ما توفقتش مثلا، فخدت فترة من حياتها بتشتغل في الترجمة الطبية. دي واحدة من الحاجات اللي مش محتاجة ان انت تعمل الستبس. والسالري بتاعها بيقولوا كويس الترجمة الطبية هناك. فده كارير انت ممكن تمشي فيه. في برضو اللي هو الكارير الاكاديميك، ان انت تبقى محاضر في جامعة. بس انا ما اعرفش كتير بصراحة عن أنا كنت باسمع إن في ناس الطرق دي. بتاخد مسار الresearch وبقى انت وبيمشوا ممكن فيه، تكمل في الريسيرش. بيكملوا فيه ممكن ويبقى اللي هو الريسيرش يعني الفكره ايه؟ انت لو راجل بتحب الريسيرش فعلا، ودخلت في حاجة لاب كويسة. كويس وترقيت فيه، ممكن تبقى في المستقبل حاجه اسمها بي اي. بي اي دي اللي هو انت بتبقى انت عندك معمل، وبيبقى عندك فكره بحثيه، وبتاخد فاندنج عليها، يعني بتاخد فلوس عليها، وتبدا تشغل ناس تحتك تشتغل معاك في الجروب او في الريسيرش اللي انت شغال عليه. هي مشكلة الresearch إن إحنا بناخدها في الكلية بطريقة مش عملية، يعني إحنا بنكره الresearch، ما أعتقدش حد هيكون حابب إنه يدخل الresearch. أنا هو ممكن في الواقع أو برّه تكون معمولة بطريقة محترمة، يكون تخصُّص محترم حلو، عملي جدًا، إنما إحنا في الكلية زي ما أنت شايف، أو إحنا اتعودنا على البصمجة ومش عارف إيه وبتاع. هو عامة احنا ما خدناش ريسيرش اصلا في النظام القديم، ما كانش أصلًا ماشي عندنا ريسيرش اساسا خالص. ما كناش نعرف حاجات كتير عن الريسيرش. انا عرفت الريسيرش لان انا اختلطت بناس بتعمل ريسيرش هناك في الفتره بتاعت اليو اس كلينيكال اكسبيرينس.
وشفت ان هو شغل الريسيرش هو شغل فيه كلينيكال ترايلز، في بيزك ريسيرش، هي على حسب الليفل اللي انت شغال فيه. طبعا الكلينيكال ترايلز هي افضل نوع ريسيرش انت ممكن تدخل فيه، لانه بيبقى كلينيكالي ريليفنت، وبيبقى يعني في نفس الباث واي اللي انت ماشي فيه. يعني انت لو اشتغلت بيزك ساينس ريسيرش هتشتغل حاجات زي اللي هي الانزيمز، وهتشتغل على حاجات بيزك قوي. يعني ممكن نعتبرها لو هنا في مصر نعتبرها تبع كليه علوم اكتر من تبع كليه طب. لكن لو جبت فرصه كلينيكال ريسيرش، تجربه مثلا دواء جديد بيتجرب على العيانين، مثلا في السيرجري لو في تكنيك جديد، لو في حاجه معينه بيجربوها، فدي بتبقى دي تايبس اوف ريسيرش، يعني بتبقى قويه جدا في السي في عندك، وبتبقى ممتعه حتى في الشغل فيها يعني. يعني في فرق في الريسيرش هنا وبره؟ اكيد طبعا. هو اصلا الفكره كلها ان نخلي يعني نخلي امريكا نمبر 1 في الطب هو الريسيرش. هم هناك ريسيرش. بيشتغلوا بحاجه اسمها ايفيدنس بيزد ميديسن، احنا ما هم بنشتغلوش حاطين هناك اصلا الريسيرش على الجايد ده. لاينز. هم اللي بيحطوا الجايد اصلا لاينز بالظبط. بناء على الريسيرش اللي بيعملوه. تمام. ازاي الشخص يحدد اذا كان اليوزم المناسب ليه ولا لا؟ صلي استخاره. وقال لك بقى يعني كخطوط عريضه، ان في حد برضه سأل عن والله لو انت بتحب التحدي وعندك استعداد تفايت بعد الكليه مثلا 4 5 6 سنين كمان عشان توصل للريزيدنسي، ويعني الاند جول بتاعك عايزه، يعني انت عايز تبقى مثلا من الناس اللي اشتغلت في مستشفيات كبيره قوي في امريكا، او عايز توصل لحاجه في الطب عاليه، بتحب الريسيرش برضو. طبعا الجزء المادي معروف، ان هو ده اصلا معظم الناس بتخش في سكه اليو اس بي دي عشان الجزء اليوزم المادي، لانها. اللي هو انت كريزيدنت هناك راتبك طبعا احسن، وكاتندنج فيزيشن احسن واحسن واحسن. بس هي الفكره كلها يعني بص للموضوع كمجمل، انت يعني مش هتاخد فلوس وبس، انت هتضحي بحاجات كتير عشان تاخد الفلوس دي. اولا هتسيب بلدك، ثانيا هتتعب، الطريق مش سهل، الطريق كومبيتيتيف جدا، هتحس بوحده، هتفشل مره واثنين وثلاثه، فيعني تخلي نفسك يعني يكون نفسك طويل، خلي الزواج وتكون شخص بيحب مناسب. ياخد وتكون شخص بيحب ياخد ريسك. الموضوع ريسكي. طيب المحور الاخير، تجارب شخصيه. من وجهه نظرك ايه اصعب جزء كان في اليوزم كدراسه او يعني مم. سلوكيا، سفر هو داخلي السفر اصعب حاجه. اجتماعيا؟ التكيف في السفر يمكن اصعب نقطه، ان انت هتسافر بلد ما تعرفش عنها حاجه، هتبدا مش من الصفر، انت بادئ من تحت الصفر هناك في بلد انت ما تعرفش عنها حاجه. ممكن يكون انت في حته ان انت هنا في مصر خلصت الكليه، في ناس في ظهرك، اهلك في ظهرك، في يعني انت بتبدا يعني بدايه احسن شويه يمكن. مش ماديا، انا مش بتكلم ماديا، انا بتكلم معنويا. لكن هناك انت هتحس بوحده، ما معكش فلوس برضو زيك زي هنا، يومك بيمشي يا دوب لحد بس ما تبدا تسند نفسك هناك، او تبدا ايه يعني تتاقلم. تتاقلم على الوضع. وطبيعه المعيشه مختلفه، المطلوب منك هناك كتير، مطلوب منك انك تأدي وتأدي جامد. طب هل بيكون بدايه اليوزمل صعبه، او كانت بالنسبه ليك صعبه في تجربتك؟ ايه اللي كان في طريق اليوزمل لحد ما وصلت ستيب 1 جزتها؟ ايه اللي كان اصعب حاجه بالنسبه ليك؟ اصعب حاجه هل ان الجانب انت المادي، الجانب لا لا الدراسي نفسه؟ الدراسه نفسها اصعب حاجه، ان انت توقف وتنسى وتحس انك بتبدا من الصفر تاني. فيعني انت لو بدات تخلي فيه مم. يوميا يعني تارجت معين او ليميت، مراجعه. مش هتقل عنه. يدخل آه، فيه مراجعه للقديم. بالظبط. عشان انت هتلاقي نفسك لو وقفت حتى اسبوع واحد، هتلاقي الدنيا واحنا كنا برضو كنا بتبوظ قلنا في منك. الجزء الاول ان الناس تحاول تستعجل في انها تخلص ستيب، ما تخليهاش على مدى السنين. يعني ما خدتش ستيب 1 على مدى سنتين ثلاثه هتلاقي نفسك نسيتها هي كلها. الفكره زي ما انا قلت حاول قبل خلي كده، الفتره هي الموضوع سايكل. كانك بتلف في سايكل. اه. كل ما ضيقت السايكل دي عرفت تدخل الامتحان. انت هتلف على الفيرست ايد اول هتوسعها. مره، اول توسعها. مره الفيرست ريد هتخلصه في سنه، تاني مره مثلا هتعدي سكند ريد، ثيرد ريد، كل مره هتلاقي نفسك بتعدي على الفيرست ايد اسرع. اذا قدرت تخلص الفيرست ايد في فتره، اقول مثلا ان انت بتقدر خلاص تراجعه مره في الاسبوع، فانت مثلا تقدر تدخل الامتحان في الفتره دي. ايه اكتر حاجه ساعدتك في النجاح، وانك يعني الحمد لله اجتزت ستيب 1 وان شاء الله ستيب 2، وربنا يسهل الماتش ان شاء الله؟ والله اول حاجه يعني فضل ربنا، ان الواحد بدأ الطريق ده بتوفيق من ربنا في الاول وفي الاخر. يعني الموضوع يعني جه من غير حسابات زي ما بتقول كده. تاني حاجه دعم اهلك،
والناس اللي حواليك كلهم الناس اللي بيحبوك، ان انت تنجح. دي حاجة مهمة جدا. في فترات هتعدي هتبقى انت حاسس ان انت مش عايز تكمل، بس عشانهم انت بتكمل وهم برضو بيشجعوك يعني. فيمكن دي اكتر حاجة هتساعدك في ان انت تجتاز الفترات الصعبة بتاعت التحضير يعني. تمام. لو رجع بيك الزمن هل كنت تاخد نفس المسار ونفس يمكن السكه؟ لو رجع بيا الزمن كان ممكن اهتم شوية بس بالكلية اكتر، بحيث يعني الكلية خصوصا في السنين الاولى كانت هتساعدني كتير قوي في المعادلة نفسها. البيزك ساينس في الكلية عندنا قوي، وكان هيسهل عليا كتير قوي في تحضير الستيب 1. لكن غير كده يعني انك الطريق انت اللي انا كان خدته. ممكن تعمل ميكس يعني. اه بالظبط. مش ميكس، هو الطب كله واحد. بس هي الفكره ان انت لما تكون البيزكس بتاعتك قويه هتسهل عليك ستيب 1 كتير كتير جدا. تمام. هل هل قابلت اشخاص فشلوا في المعادله وايه كان السبب؟ هو مش ما نقدرش نقول فشله، بس هو اكتشف يعني معظمهم يعني بيقول لك ده اكتشفت ان هو مش طريقي وانا مش قادر اكمل فيه. فمثلا سابه، في ناس سابته قبل ما تدخل ستيب 1، في ناس دخلت الستبس وبعد كده قررت ان الطريق ده مش افضل طريق بالنسبه لها. فهي في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا وبيرسونال بريفرنسز، يعني انت ظروفك حاجات كتير قوي بتحدد. بس انا ما اقدرش اسميه فشل، هو انت لما تتكيف على حسب الظروف وعلى حسب المعطيات اللي عندك في حياتك. مش كل الناس هتسافر امريكا، مش كل الناس لازم تبقى دكاتره في امريكا. في دول كتير جدا وفي اماكن كتير جدا انت ممكن تبقى دكتور فيها وناجح، ويمكن نجاح اكبر من هناك يعني. طيب هنروح على اسئله الكومنتات نشوف الناس كانت علقت بايه. اسئله. في احمد بيسال لو خد ستيب 1 امتحن فيها وانشغل، وعايز يقول يعني لو ايه الفتره ما بين كل ستيب وستيب، هو ما ينفعش يعديها يعني. ال- اللي كنت سمعته في الموضوع ده ان ما بين كل ستيب وستيب المفروض ما يعديش 7 سنين. ولا انت بتضطر تعيد الستيب تاني. يعني انت لازم تاخد الاي سي اف ام جي او تخلص ستيب 1 و 2 وتاخد الشهاده في خلال 7 سنين، وهي مده اكتر من كافيه في رايي يعني. طيب السؤال الثاني، في حد بيسال ان لو عايز ياخد تخصص سيرجري في امريكا، هو شايف ان هو خايف ان يكون في كومبيتيشن في التخصص ده. هو مبدئيا هو في كومبيتيشن في تخصصات السيرجري في امريكا. وفي ريسك ان انت ممكن ما تقدرش تماتش في حاجه زي كده. بس هي الفكره كلها ان انت السي في بتاعك يكون ريليتد للتخصص اللي انت نفسك تاخده. تبدا تعمل يوز كلينيكال اكسبيرينس في التخصص ده. تحاول مره واثنين وثلاثه وان شاء الله يعني ممكن تماتش فيه. لكن هي الفكره كلها ان انت هتحاول قد ايه او عندك استعداد تحاول لامتى يعني. في تخصصات سيرجري بتحتاج سنين كتيره ريسيرش وبابليكيشنز، وبتحتاج سي في قوي. فلو انت ناوي على السيرجري يعني توكل على الله، بس هتتعب يعني. اعمل حسابك ان انت هتتعب واعمل حسابك ان انت يعني ما ترجعش في نص الطريق. واعرف ان اي حاجه في ريسك قصاد بنفيت، يعني اي حاجه في الدنيا انت طالما عايز حاجه عاليه فانت برضو الريسك بتاعها عالي يعني. تمام. السؤال اللي بعده، كيف تعرف بشكل عملي ان البيزك تبعك قوي او لا، وكيف تحدد اصلا؟ لو عايز تحدد مستواك ممكن تعمل حاجه اسمها سيلف اسسمنت. بس انا انصحك يعني تحاول تتعرف على المنهج بتاع المعادله قبل ما تعمل سيلف اسسمنت، عشان الموضوع بيبقى محبط جدا. ده لو عايز تحدد مستواك بالنسبه للمعادله. لو عايز تحدد مستواك في البيزك ساينس بالنسبه للطب، فشوف مجموعك في سنه في السنوات اللي كان فيها بيزك ساينس في الطب. يعني مجموعك هل انت كنت بتجيب مثلا تقديرك كان فيها كام؟ ساعتها ده بيرفلكت شويه مستواك يعني. تمام. وطبعا الكلينيكال غير البيزك. البيزك هو يعني العلوم الاساسيه في الطب او البيزك ساينس دي نظريه اكتر. فامتحانات النظري تقدر تحدد مستواك فيها، على عكس الكلينيكال. ممكن الكلينيكال يكون في كلام على ان انت الكلينيكال سكيلز بتاعتك ممكن تتقيم حاجه بامتحان مهاريه نظري يعني. ولا لازم تمتحن امتحان ماشي. عملي وهكذا يعني. ماشي تمام. السؤال اللي بعده، هل الفيرست ايد بتفرق من سنه لسنه كمعلومات، ولا هي بيتحدث فيه نفس حاجات بسيطه، يعني ممكن سنه 2024 ما تفرقش كتير عن 25. بس لو مثلا كل 3 4 سنين هتلاقي فيه لا في حاجات انضافت بتشال عليه. وحاجات تضاف؟ بالظبط. في حد كان بيسأل، أنا في سنة أولى طب بشري، عندي سؤال، أبدأ إمتى مذاكرة ستيب 1، وهل لو بدأت دلوقتي هيفيدني في امتحانات الكلية ولا لا؟ هو عامة أنا شايف أفضل وقت بعد البيزك ساينس، بعد سنة تانية.
بتبقى اخدت انت كل البيزك ساينس وتقدر تفهم المعادله بشكل اسهل، وهيساعدك في الكليه في السنين اللي بعد كده، سنين الكلينيكال، لان ستيب 1 فيها كتير بطنه وستيب 2 فيها كتير نسا وجراحه، فهيساعدك بعد كده. مذاكرتك من سنه اولى مش هتضرك برضو، هتساعدك في الكليه بشكل او باخر. بس انا بفضل ان انت تبدا بعد البيزك ساينس، بحيث الموضوع يبقى اسهل عليك شويه، ما يبقاش انت مش عارف حاجه في الطب وزودت الموضوع على نفسك او صعبت الموضوع على نفسك. طيب كختام الحلقة، السؤال الأخير وكنصيحة، لو شخص عنده تردد في خوض التجربة، إيه الرسالة اللي بتحب توصلها له؟ يعني اول حاجه هو طبعا اي انسان قدامه اختيارات كتير، بتبقى صعب ان انت تختار طريق معين. هي الفكره ان انت هتحدد يعني بشكل عملي بلان ايه وبلان بي. يعني مثلا انت الدريم بتاعك او حلمك ان انت تسافر امريكا وتعمل ماتش والكلام ده كله، خلي برضو في بلان بي، او ان انت هتكمل عادي في المكان اللي انت فيه، في اللي هو الباثوي الطبيعي اللي كل الناس ماشيه فيه. وخلي دايما املك في ربنا كبير، وبرضو ممكن تصلي استخاره لو انت محتار ما بين كذا طريق انت عايز تخوض فيه يعني. والله أنا بشوف الاستخارة دي حتى لو مش محتار، يعني دي حاجة لابد منها، إن أي حد عايز يعمل اكيد أي اكيد حاجة طبعا. يصلي استخارة. بالظبط. ده فتصلي استخاره وادعي ربنا دايما انه يهديك للطريق اللي انت تنجح فيه، وتفيد فيه الناس وتفيد فيه نفسك واهلك يعني. وفي نفس الوقت ما يكونش فيه تضحيات كتير، لان في طرق فيها تضحيات وفيها صعوبات جامده، فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فربنا ييسر ويعني كل واحد ينجح في مجاله، ومش لازم كلنا ننجح في مكان او في بلد معين. النجاح بيختلف من شخص لاخر، في واحد عايز ينجح وسط كل اهله. ميسر لما خلق له، بالظبط. الحمد لله. فبس كده يعني، نتمنى تكون الحلقه افادت الناس يعني. يعني أتمنى إن شاء وانا الله. انبسطت ان انا شفتك النهارده. وأنا أكثر والله. حبيبي. عايزين نعمل من ده كتير كده. ان شاء الله، ولو في اسئله تانية يعني ايه، يا ريت يعني تكتبوها نبقى لنا في نجاوب، الكومنتس. مثلا ممكن نعمل حلقة نجاوب على الأسئلة لو في حاجة